بسم الله الرحمن الرحيم. المقابله كانت صعبه، اللي كتلعب مع فريق في خير الترتيب خصك تضرب ليه ألف حساب وحساب، لان اي نقطه خارج الميدان او 3 نقاط داخل الميدان هي يستحقها فريق وداد تيفلت، لان كنخدموا في تيران ديال الميني فوت تقريبا ما كيساعدناش على التواصل باش نتواصلوا مع اللاعبين في واحد المستوى اللي هو عالي. تنخدموا على حد الامكانيات اللي عندنا، ولكن الحمد لله ملي كتشوف لاعبين في تيران كبير كيعطيو الاعطاء ديالهم بطريقه كبيره جدا، هذا كيفرح. وبالنسبه للفريق وداد تيفلت يستحق 3 نقاط، لان كيخدم عليها جوج الاسبوع، وكنتمنى نحصدوا النقاط ديال المقابلات اللي جايه. اللي عندنا تقريبا عندنا مباراه ديال مع الصخيرات ومباراه مع كفاح سيدي يحيى. هادو مباريات غادي نخدموا عليهم باش نحققوا فيهم نتيجه ايجابيه. كنتمنى من لو جروب ديال فريق وداد تيفلت يكون في المستوى، لان اليوم قدموا ما افضل عندهم في هذه المباراه، وكنتمنى يقدموا حتى المزيد، لان في الجعبه ديالهم كاين كثير من الحركه وكثير من العطاء. اللي كنتمنى كل اللاعبين يحضروا راسهم في التدريب باش يوصلوا للمبتغى ديالهم اللي هو انتصار بليس 3 نقاط. وهذا هو شيء جميل جدا في اخر الاسبوع، لان كتخدم الاسبوع كامل وكتسطر واحد البرنامج اللي هو المباراه. وكنتمنى ان شاء الله اي فريق كنتمنى ليه حد موفق، وهذه هي كره القدم، لان كاين فوز وكاين تعادل وكاين خسران. وحظ سعيد للفريق وداد تيفلت. في بدايه الموسم كانت البدايه جيده، من بعد الدوره الرابعه شفنا التعثر ديال فريق وداد تيفلت، ولكن بعدها عاود نهض ورجع للاداء ديالو. يعني كيفاش كان المسار ديال هذه الدوره ديال 12 دوره اللي فات؟ المسار ديال 12 دوره كما قلت لك كنترينيو في ملعب صغير ديال الميني فوت، وكاين اللاعبين اللي ما كانوش داخلين في المنظومه ديالي كمدرب ديال وداد تيفلت. والحمد لله بدينا كنقلبوا كيفاش نشوفوا نسايروا الموكب ديالنا باللاعبين. تقريبا اليوم كتشوف عندي تقريبا 16 لاعب من 30 الاصل اللي كانت عندنا. اليوم داخلين غير ب 16 جوار، ناقص جوج. دونك برافو لوليدات تيفلت. كانت النديه، كانت الصرامه، كانت التحكم في المباراه، وهذا شيء جميل لان فريق وداد تيفلت يستحق 3 النقاط ديالو. وكيف ما قلت لك اللاعبين اللي غادي يفرط غادي يكرط، لان ما عنديش انا عصا سحريه باش نربح المباريات، ولكن كاين واحد شخصيه قويه داخل الملعب، وكنتمنى تكون لا ديسيبلين، لان شرط ليها النهار الاول فاش خديت الفريق على القياده ديالي. لان الا ما كانش لا ديسيبلين ما عمره ما غادي يكون فريق، لان هادشي اللي علمونا حنا المدربين اللي كانوا كيترينيو بينا في التسعينات وفي الالفينات. الحمد لله كنعطيو اللاعبين جوج الامكانيات اللي عندنا، ولكن ضروري من الاحترام، لان الا كان الاحترام كيكون فريق، الا ما كانش الاحترام ما كيكونش فريق. والحمد لله فريق تيفلت عنده لاعبين محترمين كيركزوا بزاف على المباريات ديالهم. والحمد لله اليوم تاكدت لنا بان الفريق جايب 16 لاعب وحقق نتيجه ايجابيه اللي هي 4-1، وهذا شيء جميل كما قلت لك. وكنتمنوا المزيد ديال العطاء من اللاعبين. شي كلمه للجمهور ديال وداد تيفلت وساكنه مدينه تيفلت اللي كتنتظر يعني المزيد من الانتصارات من الفريق؟ هو بالنسبه للساكنه ديال مدينه تيفلت متعطشه الفريق ديالها يلعب في مدينه تيفلت، والحمد لله السيد عبد الصمد عرشان مشكور على الملعب اللي غادي يكون واجد ان شاء الله في لوموا 3 في مارس. وكنتمنى الساكنه تآزر الفريق ديالها، وحنا جايين بخطوه لان هذا الفريق هذا ما يستحقش يلعب في هذا القسم هذا. كنتمناو وحنا خدامين باش نردوا الفريق للقسم الوطني هوات اول ولا دوزيام هوات، لان كاين برنامج خاص مع المكتب المسير والرئيس باش الفريق يرجع للمكانه الطبيعيه ديالو اللي هي الدوزيام ديفيزيون. وحنا مسطرين واحد البرنامج باش نخدموا عليه، لان جيل كيخدم على جيل. ما يمكنش نقولوا حنا هذا الجيل هذا غادي يقدر يطلع هذا الفريق، ولكن يقدر يطلعوا للقسم الموالي. ولكن كاين جيل اخر عاوتاني يقدم يخدم على الفريق باش هو تيفلت يحقق المبتغى ديالو، وهذا خدامين عليه. لان الحمد لله المسؤولين ديال المدينه مشكورين على الدعم ديالهم لا مشروط للفريق ديال وداد تيفلت. بالنسبه للرئيس حتى هو قايم بالدور ديالو كبير، والمكتب المسير مشكورين.
لان كيحضروا لنا جميع الموارد الماديه واللوجستيكيه والدعم بشرط خاص، لان كما قلت لك فريق وداد تيفلت يستحق يكون في المكانه ديالو الطبيعيه، لان القسم الوطني الثاني او القسم الوطني باء كيستحق يكون فيه وداد تيفلت.